كنت قاعدة ولا بيا ولا عليا، لقيت الشقة غرقانة حواليا، يا ريتها غرقانة وبس، لا غرقانة وبطينة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كانت صدمة عمري. الحمد لله. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ الدنيا كده غفلتنا وقامت مديها صوت كده جامد، نطرة بقى مش قادرة اقولكوا، كانت شديدة جدا. وزي ما انتم شايفين كده شلالات نازلة على الشباك. فانا قافلة الشباك، انا عندي شباك الومنتال زي ما انتم شايفين وقافلاه، بس المية بتخشلي لان انا اخر الدور. وزي ما انتم شايفين كده مفيش سور فوق، مفيش سور. فالمية لما بتتملي فوق السطح، يعني السطح لما يتملي مية بينزل لي كده زي ما انتم شايفين شلالات، شلالات على الشباك. المية بتجري بقى على بره، فبتقوم نازله على الشباك كده زي ما انتم شايفين بقى، مية بطينة وتراب بقى من السطح فوق، فبتبهدل لي الدنيا. عارفين المشكلة في ايه؟ مش ان الدنيا نطرت والكلام ده، المشكلة ان انا كنت يعني قبل اليوم النطر دوت كنت منضفة الشقة ومسحاها ومظبطاها يا دوبك. يعني انا كنت حتى بادئة في اليوم قبلها بيوم كنت بروق متأخر. شايفين المية نازلة ازاي على الحيطة؟ شايفين المية بتنزل منين؟ ف كنت مروقة قبلها بيوم، وكنت مظبطة الشقة، وكنت بادئة كمان ترويق متأخر في الشقة، فكنت فرشة على متأخر يعني بالليل متأخر. ملحقتش، يا دوبك نمت صحيت يا دوبك لفينا لفة في الشقة لقيت الشقة غرقت مية. الحمد لله الدنيا اديتها شوط كده حلو. وبوريكوا بص الصالة، يعني الصالة مفروشة مفيش اي حاجة ونضيفة. لميت بقى كله قعدت الم جري بقى، لان المية كانت هتخرج من الانتريه جري على الصالة. فلحقت الموقف يعني الحمد لله قبل ما السجاد يغرق، الحمد لله.